كتبدا القصه ديالنا في غابه الامازون، وكنشوفوا كيفاش كيقطعوا الاشجار، كيقطعوهم بواحد الطريقه اللي هي خايبه، والغابه كامله بدات كتدمر قدام عينينا. وبسبب هذا الخراب الديور ديال السكان الاصليين بداو كيتهدموا وكتضيع حياتهم اللي كانوا متعودين عليها. ومن بعد كيتبدل المشهد لواحد الجامعه في امريكا، في كاينه واحد البنت سميتها جاستن، وكتهضر مع صحاباتها على واحد المحاضره يوميه. ومن بعدها مشاو يحضروا لواحد المحاضره اللي هي مهمه بزاف، والاستاذه قالت لهم بان في العالم كاين بزاف ديال القبائل وخصوصا في افريقيا، والعيالات كيتعرضوا لواحد العادات اللي خايبه وصعيبه بزاف. وجاستن بدات كتاثر وكتحس بالخوف من هذا الشيء اللي سمعاه. ومن بعد ما سالات المحاضره، جاستن خرجت للسحب بوحدها. شويه جا عندها واحد الولد وقال لها بلي اليخاندرو صيفطو عندها، وعطاها واحد الورقه وقال لها بانك معروضه لواحد الاجتماع مهم. القصه هي في ان في هذه الجامعه كاين قصه ديال الطلبه كيسافروا لمناطق مختلفه في العالم باش يدافعوا على البيئه ويحافظوا عليها، وهذه المجموعه القائد ديالها هو اليخاندرو.